يرضي مين ده؟ يرضي مين ده؟ انا زي اي ام نازله اجيب فطار. النهارده الجمعه نازله اجيب فطار. تمام. طيب انا نازله اجيب فطار، بسأل على العيش، قال لي العيش غلي، العيش راخر غلي. ما عنديش بطاقه، انا بجيب عيش حر، بجيب عيش العادي ده اهو، او معرفش اسمه ايه، بجنيه ونص. بجنيه ونص ما ياكلش حد. شايفين؟ اتقوا الله فينا. ده لقمه بجنيه ونص، يعني دول كام رغيف؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 ترغيفة، دفع فيهم 10 جنيه ونص. اتقوا الله فينا. 10 جنيه ونص مش هيكفونا، مش هيكفونا. انا اكلهم لوحدي، ابني الصغير ياكلهم لوحده. بصوا، شايفين؟ ده عيش؟ ده اصلا ده عيش يرضي ربنا؟ ده وصلنا في المرحلة السوداء المنيلة والحياة اللي احنا هنعيشها بجنيه ونص الرغيف؟ ويا ريته رغيف، يا ريته رغيف عدل. حد يرد عليا يقول لي بجد نعمل ايه؟ ارحمونا، ارحمونا، تعبنا. ده يا جماعة بجنيه ونص، العيش ده بجنيه ونص. حد يقول لي انا كأسرة مصرية عندي اطفال وامي فاتحة بيت، اعمل ايه في الغلو المناير اللي احنا عايشين فيه ده؟ كل ما انزل حاجة، كل ما انزل اشتري حاجة يقولوا لي غليت. في ايه يا جماعة؟ ارحمونا، ارحمونا. ايه العيش ده؟ حد يقول لي ايه العيش ده؟ ده بجنيه ونص، يرضي مين ده؟ يرضي مين ده؟ اي حد مسؤول يرضي مين ده؟ العيش يغلى يقولك اصل الدقيق شاحح، مفيش دقيق في مصر. انتوا في ايه؟ ارحمونا يا جماعه. احنا بنكلم نفسنا حرفيا بنكلم نفسنا. قولوا لنا نعمل ايه في العيشه اللي احنا شايفينها دي؟ اهو عايزه اجيب فطار 10 جنيه ونص، 7 ترغيفة عيش ما كملوش 10. كنت الاول بجيب 10 بال10 جنيه، كان الرغيف بجنيه، دلوقتي بجنيه ونص. رغيف زي ده بجنيه ونص. ما عنديش بطاقة، وما ينفعش تعملي بطاقة، ومفيش البطاقة واقفة تعمليها. طب قولي لي انا اعمل ايه؟ ده هيكفي مني ال7 ترغيفة دول؟ هيكفوني؟ ولا هيكفوا الاب؟ ولا هيكفوا الولاد الصغيرين؟ وهيكفونا طول اليوم؟ يعني انا هنزل اجيب تاني، يعني اجيب عيش يكفيني طول اليوم ب50 جنيه عيش؟ ب50 جنيه عيش؟ اتفضلوا شوفوا الرغيف. حد يشوف الرغيف ويقول لي اعمل ايه يا جماعه بجد في اللي احنا بنشوفه ده. انا كل ما انزل اشتري حاجه مش عارفه بجد. ارحمونا، 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 يرحمكم ربنا، تعبنا.